السلام الكبيدات، لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية، وعيدكم مبارك سعيد، ويا ربي يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبزيد الرزق وبتحقيق الأمنيات يا ربي يا حنين يا كريم. اليوم جبت لكم واحد البطبوط البنات ناجح 100% بواحد الحشوة اللي كتجي غزالة كما كتشوفوا، كيجي رائع وأكثر من رائع. يصلح هكا لصباح العيد، مفشفش خفيف وبنين بزاف بزاف. بقاو معايا الكبيدات ديالي باش تشوفوا إن شاء الله الطريقة والمقادير ديال هاد البطيبطات اللي أكثر من رائعين. كنحتاج هنا واحد البصلة كبيرة، جوج بصلات كبار، الكفتة حسب الرغبة، الزيتون هاكا مقطّع صغير، المعدنوس، نُص كأس ديال الزيت صغير. كنحتاج هنا الفلفلة حمرا، فلفلة حارة، الملح والكمون، و وشوية د البزار وشوية د الملحة. كناخد أنا هنا واحد المقيلة، كنضيف فيها هادوك جوج بصلات اللي مقطعين هكايا مشلضين، كنزيد عليها الكفتة حسب الرغبة، يمكن لكم تعوضوها بصدر ديال الدجاج. زدت لها الزيتون مقطّع، زدت عليها شوية د المعدنوس، نُص كأس ديال الزيت، التوابل، فلفلة حمرا، فلفلة حارة، ملحة، كمون، والإبزار، وتنخلطوهم هكذا حتى كيندمجوا المكونات ديالي. صافي كندوز نشحرهم، هكا كنبقى نشحرهم حتى كيوقفوا مزيان. كنخلي الحشوة تبرد وكندوز للعجينة. كنحتاج واحد زلافة د الفينو وزلافة ونص ديال الفرص، معلقة د الخميرة، معلقة ديال السكر، ومعلقة د الملحة، نص معلقة د الملحة، ما تكتروش الملحة بزاف. صافي هكا كنخلط المكونات كاملة، كنعجن بالما دافي. إلا عجبكم البنات الفيديو ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتراك القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما مني كل ما هو جديد. كنبقى أنا كنعجن العجينة ديالي حتى كتكون ليا. نهي العجينة ديالي من بعد ما جمعتها كتجي مرخوفة البنات، ما قاصحة، ما جارية، يعني كتجي ما بين وبين. كنحطها أنا هنا تخمر ونرجع لكم. من بعد هنا ما ارتاحت لي واحد شوية، كنحاول نخرج من هذاك الهواء اللي فيها، وكنديرها كويرات هكا صغار. كيبقى الكبر أو الصغر ديال الكويرات حسب الاختيار. راه كيجيو بنانين البنات وكيجيو خطيرين، جربوهم راه ما غاديش تندموا. هكذا كنستمر انا بالكميه ديالي حتى كنكملها. ومن بعد انا ما كملت الكميه ديالي كما كتشوفوا كنغطيها بواحد البلاستيكه، كندهنها بشويه الزيت وكنغطيها بواحد البلاستيكه. علاش؟ باش ما كديرليش واحد القشره تيتشقفوا. هكا كنشدهم وكنطلقهم، كنحاول نطلقهم من الجوانب ونخلي الوسط يعني غليظ هكا باش الحشوه ما كتخرج لي شاي. من ملي كنبغي نقرضهم، ملي كنبغي عفوا نقرصهم، كنوضع القليل من الحشوة وصافي هكا كنجمعهم كما كتشوفوا.
صافي هكذا نطلق معاكم وحدة أخرى باش نوريكم الطريقة. وكنركّز طلقوا الجوانب هما الأول وخليو الوسط يعني غليظ، هكذا ملي كتبغيو تطلقوها ولا تقرصوها ما كتخرجلكمش كاع الحشوة وكتجي زوينة وخاوية من الداخل. هكذا كنجمعوا الجوانب كما كتشوفوا، كنحاولوا نزيّروا يعني على دوك العجينة هكا باش ما تخرجلناش. ها نتوما البنات، هنا بعد ما ساليت الكمية ديالي كاملة ديال البطيبطات، غندوز دابا باش نطلقهم. كناخد هنا واحد الطبسيل كندهنو بشوية الزيت وكنبقى نحاول نضغط غير بشوية باش ما تخرجليش كاع الحشوة البنات. وكنكون مسخنة أنا المقلة أو الطاجين اللي غنخدم فيه. صافي كنوضعها هكا، ملي كتبدا تبيض ليا العجينة كنقلبو. دابا غنقلبها. هو السر البنات البطبوط هو أن تبقاو تقلبوه كل هكا 4 ديال الثواني تقلبوه، تقلبوه باش كيتنفخ وكيجي مخاوي من الداخل. كيما يمكن لكم تعمروه يمكن تخليوه خاوي، يمكن من بعد عاد تعمروه بالحشوة. ها هو البنات من بعد ما وجد ليا كيجي غزال وبنين كما شفتوا في الفيديو، وكيتطوى يعني فن يعني ما كنظن أن ضروري تجربوا هذه الوصفة، واللي جربها ردوا عليا في التعليق البنات. كنتمنى نشوفكم دائما في وصفة جديدة وفيديو جديد وبخير جديد. يلا بسلامة.